نكمل يا شباب. عندنا حاجة اسمها الهيستوجرام. احنا خدنا frequency distribution اف اي، وخدنا الار اف، وخدنا السي ار اف في الفيديوهات اللي فاتت. هنكمل عليهم بقى ونتعلم يعني ايه الهيستوجرام. الهيستوجرام ببساطة يا شباب اللي انا احول الرسم اللي قدامي الرسم بياني. الصورة دايما ساعات بتعبر عن حاجات كتير احنا مكناش شايفينها، بس بتكون اسهل في التعبير وبتخش الذهن بشكل اسرع. فالرسم البياني هنا بنقدر من خلاله ان احنا نطلع بنواتج كتيرة قوي عن طريق الصورة، بس عن طريق الرسمة. بدل ما احنا بننتج عنها عن طريق الجداول، احنا هنرسمها ونقدر نطلع كل اللي موجود في الجدول من الرسمة. طيب، هو هنا في السؤال او المثال اللي قدامي يقول لك ان احنا عندنا هيستجرام لجدول لعدد من الطلاب للدرجات بتاعتهم. الدرجات هنا اداني اللي هو اداني الرينج بتاعها A B C D F، واداني بعد كده الفريكوانسي بتاعها، ولما اجيب في الاخر لقاهم 30. تمام، جمع الفريكوانسي توتال بتاعهم 30. ده اللي احنا كنا بنحسبه في الريليت فريكوانسي في الفريكوانسي ديستريبيوشن. طيب احنا دلوقتي يا شباب عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نرسم ده برسمة. فهو احنا هنيجي نعمل رسم ببساطة خالص. الهيستوجرام هو الرسم البياني بالأعمدة، وهو بيعرض التوزيع التكراري اللي عندي. البيانات بتبقى المحور الأفقي، يعني البيانات اللي هي ال A B C D F دي بتبقى على المحور الأفقي. تمام، ادي A B C D F. شباب احنا عارفين ان احنا عندنا محور أفقي اللي هو بنسميه الإكس، ومحور رأسي اللي احنا بنسميه الايه الواي. طبعا المحور الأفقي اللي هو الإكس دوت اللي احنا بنحط عليه اللي هي ايه الفيتشر اللي عندنا بتاعت التكرار البيانات، اللي هي جريد الدرجات A B C D F. ماشي، ده المحور الأفقي. أما المحور الرأسي بنحط عليه التكرار والارتفاع بتاع كل عمود، وبنعكس عدد مرات ظهور كل فئة في البيانات دي. أنا مش فاهم الكلام ده يا باشمهندس. ببساطة خالص، أنا عندي عمود أهوت، أنا ببدأ أشوف التكرار هنا 9 مرات. حلو. بس قبل ما بحدد عايز أحدد الأرقام دي. قبل الأرقام دي بناء على إيه؟ هي بتيجي كده الصورة، بس أنا هبناها بناء على إيه؟ بشوف أقل قيمة 1 وأعلى قيمة 12، وألاقي معظم أعداد زوجية، فأنا همشيها كل نقطتين: صفر، 2 4 6 8 10 12. بمشي كل نقطتين وأحط إيه رقم. تمام، لغاية اللي أوصل لأعلى قيمة اللي هي ال 12، وأقف إيه عندها. بعد كده أبني من الجدول بتاعي ال A ب9، باجي على ال A ألاقيها 9، أبص على ال B ألاقيها 12، أبص على ال B 12. طب إيه ليه سبت مسافة هنا يا باشمهندس؟ لو تفتكر إن إحنا خدنا حاجة اسمها الديسكريت والكونتينيوس، شرحتها في أول السلسلة. لو هي فاتك أرجع أسمعها لأنها مهمة. الديسكريت والكونتينوس. الديسكريت قلنا والكونتينوس بيبقوا موجودين في الكوانتيتيف. الديسكريت دي بتبقى منفصلة عن بعضها. لما تجي أرقام بالشكل ده A B C ما فيهاش رينج، لكن لو جيت قلت لك من A ل B ومن B ل C وهكذا، ففي الحالة ديت أنا بعمل إيه؟ بعمل رينج. ففي الحالة ديت هتبقى كونتينوس متصلة ببعضها، مش هيبقى في مسافة، هيبقى ده لازق في ده وده لازق في ده وده لازق في ده. بس إحنا هنا بنمشيها بإيه؟ بالديسكريت، لأنها ما جابليش، هو ما قاليش هنا إنها إيه فيها رينج اللي أنا أمشيها كونتينوس. تمام. ببدأ أبني الجدول ده لغاية لما أوصل للإف اللي هي بواحد، وأبدأ أشكلها بواحد. الرسمة بتكون كده. طب هو بيقول لك هنا في الجراف ان احنا استخدمنا الكولومز ديت عن طريق الداتا، ولا احنا استخدمنا الديسكريت لان الديسكريت هي داتا منفصله ومدينيش رينج. تمام يا شباب. طيب، دلوقتي عايز اتاكد بس من حتى لو الرسمه دي جت في الامتحان فهي بتيجي بالشكل ده، وبيقول لك مثلا اوجد اقل عدد تكرارات فهيكون الاف، اعلى عدد تكرارات فهيكون البي. ماشي، وده اللي موجود هنا في الصوره. ولو قلت لك كون لي الجدول ده واداك عدد من الجداول انك تكونها، هتقدر تستنتج من الصوره ديت ان الايه التكرار بتاعها ب9، وإن البي التكرار بتاعها ب12، وإن السي التكرار بتاعها ب6، وهكذا. تمام يا شباب. هستناكم إن شاء الله في الفيديو الجاي ده، هنكمل إن شاء الله وهناخد فيه continuous. لو فهمت الجزء ده هستناك في الفيديو الجاي بإذن الله.